وليه بالغالي تشتريه لما ممكن تشتريه رخيص وتقدري تخزنيه طول السنه، وبيقعد معاكي سنه وسنتين ما بيحصلوش اي حاجه خالص. طريقتي من يعني بقالها سنين ما بغيرهاش خالص في تفريز ورق العنب. مال الدنيا اليومين دول تقدروا بقى تجيبوه طبعا وتخزنوه، وانسي بقى البطرمانات والازايز، يعني ارميهم كده على جنب، واقول لك على احلى طريقه لتفريز ورق العنب. الطريقه دي معتمده عندي بقالها سنين وبصراحه ناجحه مليون المية. نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هاتي بقى الكميه اللي انت عايزاها طبعا بتاعه ورق العنب. اهم حاجه طبعا يكون ورق عنب بالشكل ده معاكي، عشان في السوق بيغشوه بيبيعوه على اساس يعني في ورق لفت بيبقى شبه ورق العنب، فبيغشوه طبعا بيبيعوه على اساس اللي هو ورق عنب. لازم تبقى عارفه الفرق كويس. او بص، هو الشكل ورق العنب اللي هو انا ماسكاه دوت بيبقى فيه زي خطوط كده، بصوا بيضه كده من فوق اهي. وببدا اشيل العرش كده من فوق بتاع ورق العنب، وبرص الكبير فوق الكبير والصغير فوق الصغير. طبعا بيبقى فيه بيتباع مرصوص فوق بعض وبيبقى حلو قوي، هاتوه على طول دوت. لكن انا بصراحه ما لقيتش اللي هو بالشكل ده كده. هياخد معاكي وقت شويه عبال ما ترصي طبعا الكبير فوق بعض والصغير فوق بعض. فانت لازم هتجيبيه هتشيلي العرش بتاعه كده. عايزه اقولك انا جايبه كيلو النهارده كان عامل 20 جنيه. فانت بقى الحقي هاتيه، لانه بيتباع طبعا في رمضان مش اقل من 100 جنيه و90 جنيه، واحنا بنبقى محتاجينه جدا. هاتي الكميه اللي انت عايزاها. انا بصراحه بدات اجيب كيلو اهوت، يعني ده كله كيلو. قلت اجيب شويه بشويه كل ما انزل السوق، واخزن على طول وافرز بالطريقه دي. فبحط بقى الصغير فوق الصغير والكبير فوق الكبير، زي الشكل اللي انتوا شايفينه دوت. خلاص بقى خلصت الكميه اللي معايا كلها اهي. هنجيب بقى على طول الاستريتش ريب. الاستريتش ريب يا جماعه في التفريز بتاع ورق العنب تحفه تحفه، ما اقولكوش. بنبدا نفرده على طول كده، وعلى فكره رخيص مش غالي خالص، اللفه منه يعني رخيصه. وبيتباع عند اي حد بيبيع اكياس بلاستيك، الاطباق الفويل الحاجات ديت المناديل هتلاقوها عنده، اسمه ستريتش ريب، لفه ستريتش ريب. هتجيبيها بالشكل ده وتبداي تحطي الكميه بتاعه الورق العنب وتلفي على طول كده على شكل رو، وتقفلي الجوانب اللي جوه كويس قوي كده، ما يبقاش فيها اي حته خالص متعريه، عشان ما يدخلهاش اي هواء. والف بالشكل ده. يعني بتحطي الكميه يعني شويه بشويه مش كتير. هوريكي ازاي. بص بفرد الاسترتش ريب بالشكل ده، واحط شويه كده بالشكل دوت، وبصوا بلف اهو. والجوانب اللي جوه خالص اهيت لازم اقفلها كويس قوي عشان ما يدخلهاش اي هوا خالص. وقفلت عليه كويس قوي خلاص اهوت. بصوا خلاص كده كده بقى تمام معايا. ولا تحطي بقى في البطرمانات ولا في الازاز، اللي يقولك ده باظ مني واللي يقولك ده اسود مني واللي يقولك ده طريقه وحشه وبيبقى ليه ريحه. لا، الطريقه ديت بتشيليه في الفريزر بصراحه. ممكن يقعد معاكي سنتين كمان. طريقه حلوه وناجحه مليون في الميه. وانا بصراحه من ساعه ما عملتها وانا معتمداها على طول. بتشتريه في الفريزر، بتطلعيه على طول على ميه مغليه. تحطي ميه مغليه على النار، ويا دوبك تسقطي فيها ورق العنب، هتاخد لها غلوه غلوتين. وتبداي تحطيه على طول في ميه نظيفه، تشطفيه كويس قوي في قلب المصفى، يعني سيبيه يتصفى تماما. كده احنا سلقناه وغسلناه كويس، وبنسيبه بقى يتصفى، وتبداي تشتغلي بيه على طول في المحشي بتاعك. تعملي احلى محشي طبعا ورق عنب بالطريقه دي. طريقه حلوه وموفره واقتصاديه ومش مكلفه خالص. واستحاله هيبوظ منك طبعا بالطريقه دي. انا طبعا بلف قدامكم اهوت الكميه كلها هي زي ما انتم شايفين. بصوا بعمله ازاي. بلف كله، والجوانب كده بدخلها لجوه بالكيس الاسترتش دوت، عشان ما يبقى يعني ما تبينيش اي حته خالص من ورق العنب، كله يبقى متغطي بالاسترتش. بصوا زي ما بوريكم كده. بس طريقه سهله، وان شاء الله جربوها هتعتمدوها، صدقوني طريقه حلوه جدا جدا. وهتبقى طبعا ناجحه معاكي من اول مره وموفره. يعني انا مش هروح اشتري طبعا من ورق عنب ب 100 جنيه ولا ب 90 جنيه ولا ب 80 جنيه. حرام، احنا اولى بالفلوس دي. فانت لما تجيبيه وتفرزيه وتشيليه في الفريزر وتطلعيه طبعا حسب احتياجك، هتلاقيه موفر معاكي جدا. بس ده الكيلو اللي معايا اهو، قسمته لكام كيس؟ تقريبا 6. شايفين؟ ده كيلو ورق عنب. جربوا بقى الطريقه دي اللي ان شاء الله هتعجبكم. واشوفكم في فيديو جديد، وسلام عليكم. شايفين بقى الجمال حلو جدا جدا.